بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلني مباركا أينما كنت. دي آية من سورة مريم، وطبعا دي على لسان سيدنا عيسى. يعني في السورة سيدنا عيسى بيقول إن ربنا جعله مباركا أينما كنت، مش في مكان معين فقط، لا، في أي مكان أنا بروحه فأنا مبارك. فلما سألوا إيه يعني إيه ليه مبارك أو إزاي، قالوا إن هو بينهى، بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا دي صفة ممتازة جدا، بس اللي لفت نظري هنا كلمة وجعلني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي قادر على كل شيء، فليه الإنسان ما يدعيش بقى بالمرة بقى، يعني وهو بيقرأ بقى يعني الآية دي ويدعي إن ربنا يجعله مبارك بكذا طريقة تانية حسب ربنا ما يختار بقى. إيه المشكلة؟ ما فيش أي حاجة تمنع إن الإنسان يدعي إن ربنا يجعله مبارك هو وأولاده وعيلته والناس اللي يحبهم، لأن واضح تماما إنها حاجة حلوة قوي. يا رب إن شاء الله يا ربنا يتقبل ويجعلنا كلنا مباركين.